السلام عليكم، معكم عماد. أصدقائي، سوف أعرفكم على خلطة جديدة. هذه الخلطة بسيطة ولكنها هامة من الناحية الغذائية عند تقديمها لطيورنا. تتكون من صفار بيضاء بلدي وليست بيضاء التي تباع في السوبر ماركت، الدجاج الأبيض، وكذلك عسل طبيعي. أعيد، عسل طبيعي ليس العسل المغشوش، وكذلك 3 قطرات من الليمون الحامض. في البداية سوف نقوم بهرس الصفار البيضاء البلدي. هذه الخلطة نقدمها على الأقل مرة في الأسبوع ليوم فقط، يعني قليل منها يكفي. بعد أن قمنا بهرس صفار البيضة، نبدأ الآن بوضع ملعقة صغيرة من العسل الطبيعي. لازم يكون عسل طبيعي أصدقائي لكي تعم الفائدة على الطير بعد تقديم هذه الخلطة له. نبدأ الآن بعملية خلط الخلطة مع إضافة 3 قطرات فقط. أعيد، 3 قطرات من الليمونة الصفراء أو الحامض كما يسمى في دول الخليج العربي والشرق الأوسط. ونبدأ الآن بعملية خلط هذه الخلطة حتى نتحصل عليها هكذا. وما علينا الآن إلا تقديمها للطيور، وسوف نرى شراهة الطير عند أكلها. والسلام عليكم، معكم عماد.